خواتاتي، راكم تعانوا مع الديدان والدوده الشريطيه، ولاتكم يبكوا في الليل وعندهم النحافه وما ياكلوا ما يسمنوش، عندهم ما عندهم حتى صحه، فاشلين ديما، لونهم اصفر وديما ساخفين، واللي عنده الديدان يبان على كل حال في وجهه. تابعوا معايا الوصفه هذه، هما وصفتين في وصفه، ان شاء الله وصفه مكمله لاختها. تابعوا معايا الوصفه. قبل من نبداو الوصفه هذه، ما تنسونيش خواتاتي خياتي باللايك والبارطاج والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد ولكم الاجر ان شاء الله. تابعوا معايا الوصفه من الاول للاخير لانها مفيده وراح تهنيكم من هذه المشاكل باذن الله. قبل ما نبداو اختي الكريمه، راح نوجدوا كاين صوالح نوجدوهم، كاين حوايج نوجدوهم اللي هما راح تغلي الماء. قبل كل شيء راح تغلي الماء، توجديه يا اما في تيرموس كيما هاك يا اما في ليسونسيال، توجدي الماء غليان. واش راح ديري قبل ما تبداي كل شيء؟ راح قبل ما ينوض ولدك ويفطر تفطريه على حبه حلوه ياكلها يبلعها ديريكت، يمضغها يعني ويبلعها ديريكت، ويكون برا في الشارع، ماشي يكون عند الباب، ولا ما لازمش يكون في البيت كي تستعملي هذه الوصفه هذه. تعطي له حبه الحلوى بعد ما ينوض مباشره ويخرج عند الباب وانت راكي توجدي في الوصفه هذه. واش عندنا هنا؟ عندنا الشيح، المكون الرئيسي اللي هو الشيح. هذا هو المكون الشيح، هذه هي نبته الشيح. واش درت لها انا هنا غسلتها شللتها مليح من الاتربه والشوائب وفرغتها تفرغيها في كاس، تفرغيها في كاس وتفرغي عليها الماء غليان. انا راني موجده ديجا هنا، تفرغي عليها داك الماء اللي غليناه. بعد ما ديري لها داك الماء الغليان تغطي عليها وتخليها حتى تدفى، هذيك الشيح والماء حتى يدفى. بعد ما يدفى واش راح ديري؟ راح تعيطي لولدك اللي كلا حبه الحلوى، كلا حبه ولا زوج، ولا تعيطي له قبل ما يدخل المنزل، تقولي له يشد نيفو بيدو، ما لازمش يشم نهائي هذه الوصفه هذه. بمجرد ما يدخل تعطيه الوصفه هذه يشربها، تعطيه يشرب هذا الشيء بعد ما تصفيه. اكيد كونوا صفيناه ويكون شاد نيفو الطفل، ولدك ولا بنتك ولا يشد نيفو، ما لازمش يشم هذا الشيح هذا، ويشربوه مباشره على نفس كيما نقولوا. من بعد ما يشرب هذا الشيح اختي، راح يستنى مده 5 دقائق 10 دقائق، تقولي له راح ارتاح شويه، يريح 5 دقائق 10 دقائق، ونمروا للوصفه الثانيه اللي هي واش راح نجيبو بعد ما يشرب ويرتاح. راح نجيبو كميه من الملح، نصف الكاس ملح، نعم نصف ملح، والنصف الاخر نزيدوا له الماء غليان، نكملوه بالماء غليان. لازم النصف هذا يتعمر الكاس، النصف ملح والنصف الاخر ماء، وتخلطي مليح. انا راني موجده ديجا، راني غير نوريلك. تخلطي مليح هذيك الاخر الملح والماء، منين يندمجوا مليح ويبرد هذا الماء يبرد. واش راح ديري؟ انا عندي هنا بارد واجد. واش راح ديري اختي؟ راح تجبدي سيرانك جديده، تشري سيرانك جديده من عند لا فارماسي. واش راح ديري؟ راح تعيطي لولدك وتفرشي كاش فرش قديم عندك ولا كاش حاجه، وتحطي الولد فيها على هيئه سجود وكانه ساجد، وراح تدخلي هذا السيرانك هذه في فتحه الشرج نتاعو وتعبزي عليه، تعبزي بالفور، تعاودي 2 فوا ولا 3 فوا، تعاوديها مرتين ولا 3 هذه العمليه، وانتي تدخلي له في اعزكم الله في فتحه الفرج وتضغطي بقوه. تعاودي نفس الطريقه المره الثالثه في فتحه الشرج، دخليها مباشره وراح ديري كيما هكا. واش راح يصرى الولد؟ راح يريح شويه الا كان قدر يريح شويه، لا ما يريحش وجدي له باسينه ولا كاش ما حاجه اللي يقضي فيها حاجته اعزكم الله، وتحطيه اكوتي، تحطيه على بجيه. الا كان عندك الملحاض تاعك شويه واسع تحطيه بجيه وتحطي له الباسينه هذيك. الا ما كانش حطيه في لادوش ومن بعد عقميه وسيقي الدوش تاعك، تحطيه بجيه وتحطي له الباسينه هذيك وتخليه يقضي حاجته ثميتينا. راح تشوفي بعينك واش راح يخرج من
تخسرش ولدك، يعني البيوض العش تاع البيض في روحو راح يخرج وتتهني نهائي من هذا المشكل هذا. مع الموابده عاوديها 3 خطرات يوميا عاودي له هذه العمليه هذه. وكل ما تحسيه جاو الديدان ولا حاجه عاودي له نفس العمليه اللي رانا درناها. وما تنسيش ثاني نقصي له شويه من الحلويات، يعني ديري له عقوبات، ما تعطيش الا شرا الحلويات مثلا ما تقولوا ما نمدلكش الدراهم، ما خرجكش، ما عرفي كيفاش تلعبي مع ولدك، مع النظافه وتقليم الاظافر والغسل اليدين قبل وبعد الاكل. هذه يا خواتاتي ان شاء الله نكون فدتكم وتكون تجيب معكم نتيجه وتفرحوا بها ويريحوا وليداتكم ان شاء الله، ونكون ديت معكم الاجر ان شاء الله. ما تنسونيش بدعاء الخير ليا ولوالدي ان شاء الله، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.